طيب انتهينا على كده؟ قال لك لا، ده لسه كتير والحفله مكمله. الحقيقه ان الاهلي فرجنا على 45 دقيقه من عالم اخر يا جماعه. هو ده الاهلي وهي دي الصفقات وهو ده الاداء اللي احنا مستنيينه. عشان في الدقيقه 20 يجي احمد السيد زيزو و1 2 مع اليو ديانج في نص الملعب وياخد الكوره ويتدنجل بيها بعرض الملعب، وهوب بيربط مع مين؟ مع الرسام، مع القبضاي، مع الامبراطور، مع الراجل اللي ماسك الريشه وعمال يعزف يمين وينشر سحر شمال. ايه الراجل ده يا جماعه؟ عين عليك برده يا محمد علي ابو رمضان. صفقه للتاريخ للنادي الاهلي ومواصفات لعيب بجوده وكواليتي يخرب بيت كده. الراجل عنده من كل حاجه حاجات. الراجل لعيب نمره 8 ولعيب نمره 10 لا يعلى عليه. واتفرج على استلامته، الكوره من زيزو لما لعبها له على خط ال 18، الاستلامه تقريبا هي نص الجول يا جماعه. يعني انا بأثني على اداء زيزو وانه متحركه بالكوره وراح وجه وهوب ربط مع ابو رمضان وجري قطع لحد منطقه ال 18. كل ده ممتاز، ولكن الاستلامه بس تفرق. يعني ده لو لعيب عادي وما عندوش الكواليتي ده ما كانش هيستلم الاستلامه اللي فيها فنت للمدافع اللي كان في ظهره وعداه ورفع عينه، او من غير ما يرفع عينه، باحساس اللعيب الكلاسيكي نمره 10 بشماله ربط ال1 2 مع زيزو. وطبعا زيزو ممتاز واداء لتاني مباراه على التوالي بشكل ممتاز. ترجمها بقى النهارده في الماتش الثاني بهدفين يحسبوا له بصراحه. كمل زيزو عشان يحط افضل جول من ضمن الاربع اهداف اللي سجلهم النادي الاهلي، ويعلن عن الهدف الثاني في الدقيقه 20 للنادي الاهلي.